عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى انزلوا دلوقتي في القناة، اشتركوا عندي اللي ما اشتركش، ويحط لايك اللي ما حطش. تمام. عايزه اقول لكم بقى الحاجات القديمه اللي قدامكم دي. الفيديو ده ممكن يكون غريب شويه على بعض الناس، وفي ناس كتير فاهمه اللي انا هقوله. اول حاجه، دي حاجات ألمونيا بتتحرق مننا على النار، بتبقى قديمه عندنا، ما بيبقاش ليها اي لازمه. ولكن هي لما انا بروح ابيعها بيبقى ليها لازمه كبيره. انا بروح ابيع كيلو الالومنيا ده، الكيلو ب50 جنيه. وباجي هنا عند الراجل بتاع الحاجات، بستبدل من عنده. لو انا عايزه اخد الفلوس باخدها، مش عايزه بشوف ايه اللي انا محتاجاه في البيت وبجيبه. انا دلوقتي كنت محتاجه كنكه اعمل فيها الشاي، فروحت عنده زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت ادور على كنكه كبيره تكون بتاخد كام كوبايه واشتريها عشان خاطر الكنكات اللي عندي ادمت وكانت اتحرقت. وهنا كده كنت رحت البيت واشتريت اهو الكنكه ديت، وكانت سعرها 25 جنيه. تمام. بس انا خدتها منه على 20 جنيه. حلوه كده وواسعه كده، اقدر ان انا امسكها اغسلها من جوه كده وبالسلكه واخليها زي الفل. بس كده حبيت اقول لكم، لو انتوا كمان عندكم ألمونيا اوعي ترموها.